السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه ده؟ حبيت القهوة فجأة قوي، وبدأت احس ان انا عايزة اشربها باستمرار اكتر من مرة في اليوم. فقلت لا يا بسمة، ما تبقاش مشاعرك كده فياضة. المهم عملت سيرش وعرفت ان القهوة ليها فوائد كتيرة جدا، فقررت ان انا اخد بقى واستفيد من مميزات القهوة، فنجان القهوة ده اللذيذ كده. وقررت ان انا اشرب فنجان واحد بس في اليوم. مع مرور الوقت بدأت ان انا اقلل السكر، وكل ما بقلل السكر كل ما بستشعر وبحس بمرارة القهوة، وكأن مرارة القهوة دي مش عارفة ليه كده فجأة ربطت بين مرارة القهوة وبين الأعباء والضغوطات الحياة اللي احنا كلنا بنعيشها. وكأن فنجان القهوة ده عايز يديني درس ويقول لي مهما كانت الحاجة اللي انت بتختاريها في حياتك بتحبيها، لازم هتلاقي فيها بعض الضغوطات وبعض الحاجات اللي هي ان انت ممكن ما تستلذهاش كده في الحياة. فده مش معناه ان انت تزهقي منها، لا، هتكملي وخليكي فاكرة ان انت اخترتيها من الاول لان انت كنت بتحبيها، فخدي منها الحاجة اللي انت بتحبيها، ومع الوقت هتقدري ان انت تكملي وان انت تواجهي كل مشاكل الحياة مهما كانت. وكأن برضو الفنجان اللذيذ ده عايز يقول لنا كلنا ان الحياة الطويلة العريضة دي اللي مليانة بالمشاكل انت تقدر تحلها، وتقدر تحلها بنفسك كمان. بس ان انا استرزز كده، يعني اخد الوقت، اختار الوقت، اخد المشكلة كده بمنتهى الهدوء واخدها بمزاج، زي ما بتشرب فنجان القهوة كده بمزاج وبمنتهى الرضا. مش لازم يعني وقت المشكلة على طول، ادي لنفسك هدنة وبعدين ابتدي فكر في حل المشكلة، هتوصل للحل وهتبقى راضي عنه. ايه ده؟ انا حسيت ان انا عايزه اشرب قهوة تاني. غير حياتك وخليك بسمة حب. كانت معاكم بسمة فتحي، اخصائية تخاطب وتعديل سلوك وتنمية مهارات.